يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت مع لينج، والراجل ده دماغه على قدها شوية، وعلى قد ما هو طيب وعلى الله حكايته، إلا إنه بيحب بناته الاتنين وعنده استعداد يفديهم بحياته. وبنته الصغيرة ني بتعتبره مثلها الأعلى وروحها فيه، على عكس بنته الكبيرة شي اللي دايما بتستعر منه بسبب حالته، وعشان كمان بيشتغل بتاع أنابيب وأصحابها دايما بيتريقوا عليه. وفي يوم لينج كان بيركب أنبوبة في المطعم بتاع لي، ساعتها بيشوف تعابين صغيرة كتير جوه، ولما بيحاول يحذر صاحبة المكان بتطرده بره وبتقول للناس سيبكم منه، ده مجنون، مفيش تعابين ولا حاجة. وفجأة بيدخل تعبان ضخم المطعم ويهاجم كل اللي موجودين فيه. في نفس الوقت لينج كان بيكمل توزيع الأنابيب، فبيلاحظ إن في زحمة والناس متجمعة حوالين حفرة في الشارع، فبيدخل عشان يتفرج. وقتها بيظهر تعبان عملاق من تحت الأرض وبيهاجم كل الناس وبيدمر المدينة. فلينج حط ديله في سنانه وفلق يا جدع، وكان كل اللي في دماغه إنه يطمن على بناته الاتنين. فبيروح لشي المدرسة وبيلاقي تعبان ضخم بيهاجمها. وعشان ما نتلخبطش في الفيلم ده، في 3 أحجام من التعابين: الصغير بتاعنا العادي اللي كلنا متعودين عليه، والضخم اللي بيهاجم شي، والعملاق اللي طلع من تحت الأرض. المهم لينج أنقذ بنته، وساعتها ني كانت في الحضانة، وفي وسط ما الناس كلها كانت بتجري من الخوف، البنت بتلاقي سحلية صغيرة محتارة تروح فين، فبتنقذها وبتحطها في الشنطة. وده اللي خلى التعبان الضخم يشوفها، ولسه هيهجم لينج شال البنت وطلع يجري بيها، والتعبان وراهم لحد ما دخلوا جوه شارع سد. فلينج اخد بناته واستخبى ورا صندوق، ولسه التعبان بيستعد عشان يقتلهم. قوات الجيش اتدخلت وضربت نار عليه، لكنه بيدمر العربية اللي راكبينها. وقتها جده ده شاف لينج وبناته، فبياخدهم وبيروحوا يستخبوا كلهم في كنيسة مع مجموعة من السكان. بعدها بنعرف ان في رجل اعمال بيعمل اختبارات على الحيوانات في مختبر قريب من المدينة، والتعابين كانت من ضمن الحيوانات دي. وبعد ما بقت ضخمة كده هربت، والراجل ده بيتحكم فيهم عن طريق موجات صوتية بتخليهم يعملوا اللي هو عايزه. فاستغل الحكاية دي عشان يدمر المدينة ويطرد كل السكان اللي فيها ويعملها مختبر كبير لأبحاثه. وبدأت الميكروفونات تحذر الناس من التعابين، وبيبلغوهم يمضوا عقود بيع ممتلكاتهم عشان ينقذوهم ويطلعوهم بره المدينة. ساعتها السكان كلها اتجمعت عشان تطلع من المدينة، لكن رجل الأعمال شغل الموجات الصوتية، والتعبان العملاق بدأ يهجم من غير ما يرحم حد. فلينج والناس اللي معاه رجعوا تاني على الكنيسة اللي كانوا مستخبيين فيها، لكن كان في تعبان ضخم ماشي وراهم واستفرد بيه هو وبنته الصغيرة. فالناس اللي في الكنيسة قفلوا الباب ومنعوه من الدخول. وقتها لينج حاول يحمي بنته بأي طريقة، لكن من غير فايدة، ولسه التعبان هيهجم عليهم. البنت الصغيرة فتحت طفاية الحريق في وش التعبان وأنقذت باباها، والاتنين نجحوا يدخلوا الكنيسة تاني، وفضلوا محبوسين حبة هناك لحد ما جده ده قال لهم انه قدر يتواصل مع طيار صاحبه، واتفق معاه انه يجي ياخدهم من على الروف. وكلهم طلعوا وولعوا شماريخ عشان الطيار يشوفهم. واول ما سلم الطياره نزل عشان ينقذهم، التعبان العملاق دمرها. فلينج ولع شمروخ تاني عشان يشتت بيه التعبان ويدي فرصه لباقي الناس انهم يهربوا. وبالفعل التعبان اتلهى في الشعله، ولينج اخد حبل ونط بيه من على الروف وركب العربيه مع باقي الناس، وفضلوا ماشيين بيها لحد ما البنزين خلص. وقتها ني شافت قطر وواقف في المحطه، ولما ركبوا اتفاجئوا ان في ناس مستخبيه جواه ومش عارفين يشغلوه. فجده اخد ني وراح كابينه السواق عشان يشغل القطر. في نفس الوقت كان في واحد من عمال المختبر اللي حول التعابين، وكانت مهمته انه يدور على سحليه محقونه بنفس المصل اللي اتحقن بيه التعابين. ولما عرف ان السحليه دي موجوده في شنطه ني، اترعب وطلب من ركاب القطر يموتوا السحليه قبل ما تتحول وتبقى ضخمه وتهجم عليهم. بس للاسف ملحقش يكمل كلامه، والموجات الصوتيه اشتغلت تاني، والتعابين هجمت على القطر من كل حته. ساعتها السحليه بتاعت ني سمعت الصوت وتحولت لكائن ضخم وعضت التعبان وانقذتهم. وبعد كده ودعت ني ونطت من الشباك، لكن التعابين الصغيره هي كمان اتحولت وبقت ضخمه. فجده طلب من لينج والبنات يطلعوا فوق القطر، وضحى هو بنفسه عشان هم يهربوا، لكن التعبان العملاق كان مستنيهم. وقبل ما يهجم القطر دخل جوه نفق وخرج عن القضبان. فلينج وبناته كمان ليه قرروا انهم يكملوا الطريق مشي لحد ما وصلوا المبنى في الغابه. ولما بيدخلوا جواه اكتشفوا ان ده المعمل اللي اتعمل فيه التجارب على التعابين، ولقوا المصل اللي حولهم لكائنات عملاقه. وقتها رجل الاعمال امر الحراس يقتلوهم قبل ما يبلغوا الجيش عن مكان المعمل ويفضحوه. ساعتها لينج ملقاش قدامه غير انه يحقن نفسه بمصل التعابين يمكن يعرف ينقذهم، وشي واختها كلموا الجيش وبلغوا عن المعمل. في اللحظه دي المصل حول لينج لانسان خارق وهجم على الحراس وقتلهم، لكن في المقابل ما بقاش واعي اللي هو بيعمله.
وبقى خطر على بناته نفسهم. وقبل ما التحول بتاعه يتم طلب من شي واختها ينطوا من الشباك ويهربوا بسرعة، ونهي ما كانتش عايزة تسيب باباها، لكن في النهاية اضطروا انهم يهربوا. في نفس الوقت رجل الأعمال أمر التعبان العملاق يهجم على البنات، لكن التعبان خرج عن السيطرة وبلع هو والسكرتيرة بتاعته، وكده الثلاث بنات بقوا في مواجهة التعبان العملاق لوحدهم. ساعتها السحلية ظهرت للمرة التانية وهجمت على التعبان، والاتنين عضوا بعض وماتوا في نفس اللحظة. وفي النهاية شي واختها رجعوا المدينة، والسكان صلحوا الدمار اللي سببته التعابين، ونيه كانت بتتخيل باباها عايش، والناس كلها بتعتبره بطل بعد ما أنقذ المدينة من الدمار. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت.